تعالوا نعمل اسهل شنطة للصيف. اول حاجة هبدأ بيها هرتفع 10 سلاسل زي ما انتم شايفين كده، وبعد لما اخلص ال10 سلاسل هرتفع سلسلة ارتفاع، وبعد كده هشتغل غرز حشو في كل سلسلة هتقابلني لحد نهاية السطر. هنا خلصت نهاية السطر، هبدأ ارتفع سلسلة والف الشغل، وهشتغل برضو غرز حشو في كل سلسلة هتقابلني لحد نهاية السطر، وهبدأ ارتفع رايح جاي رايح جاي مجموعة من السطور. وتعالوا نشوف ارتفعنا قد ايه وكان مقاسها قد ايه بالظبط. بعد ما ارتفعت السطور تعالوا نقيس بقى كده القاعدة بتاعت الشنطة 30 سنتي، وعرضها حوالي 7 أو 6 سنتي. نبدأ بعد كده نلف القاعدة بتاعة الشنطة داير ما يدور بغرز عواميد اللفة. أول عمود لفة هبدأ ارتفع 3 سلاسل وده بمثابة عمود، وفي نفس السلسلة اللي أنا شغالة فيها هشتغل عمود بلفة كمان، وهبدأ بعد كده أشتغل عواميد بلفة في كل سطر هيقابلني بالشكل ده لحد نهاية السطر. فأول كورنر هيقابلني بعد ما اخلص السطر كده هبدأ اشتغل في اول سلسلة او في الكورنر الاولاني ده 3 عواميد بلفة في نفس السلسلة. يعني انا هشتغل في كل كورنر هيقابلني في قاعدة الشنطة 3 عواميد بلفة في نفس السلسلة. وناخد بالنا ان احنا اول كورنر عملنا فيه 3 سلاسل بمثابة عمود وعمود واحد بس، فهاجي هنا لما انتهي في العمود التالت او في اخر كورنر هبدأ اشتغل العمود التالت وهقفل عادي بغرزة منزلقة. وكده قاعدة الشنطة تبقى جاهزة معانا للغرزة بتاعت الشنطة، سهلة جدا وبسيطة. هبدأ ارتفع سلسلتين بمثابة عمود، وبعد كده هشتغل في السلسلة اللي بعدها على طول عمود بلفة، وبعد كده ارتفع سلسلتين وهسيب من تحت سلسلتين، وهدخل في السلسلة التالتة هشتغل عمود بلفة، وبعد كده اشتغل عمود بلفة تاني جنبه على طول، وبعد كده ارتفع سلسلتين واسيب سلسلتين من تحت واشتغل عمود بلفة وعمود بلفة تاني جنبه على طول. هبدأ اشتغل بنفس الشكل لحد نهاية السطر، عمودين بلفة سلسلتين عمودين بلفة، ونرجع نشوف هنعمل ايه. وهنا بعد ما وصلت لنهاية السطر هنا العمود اللي احنا ارتفعناه سلسلتين في تالت سلسلة هبدأ اشتغل منزلقة، وهقفل السطر الاولاني بالشكل ده بمنزلقة، وبعد كده هبدأ ارتفع السطر التاني هرتفع سلسلة بمثابة غرزة حشو، وهبدأ اشتغل في اول عمود غرز حشو، وفي السلسلتين دول غرزتين حشو بالشكل ده، وفي العمودين دول كل سلسلة فيها غرزة حشو، وفي الفراغ غرزتين حشو لحد نهاية السطر. عايزة اقول لكم ان الشنطة دي سهلة جدا بتكرار سطرين بس، السطر الاولاني والسطر ده هنبدأ نكرر فيهم العملية لحد ما نوصل لطول الشنطة اللي احنا عايزينه. تعالوا نشوف بعد ما كررنا السطر طول الشنطة وصل لحد كام، وبعد كده هنقفل.